السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم آدم من مدينة سان فرانسيسكو. الأجواء الحمد لله ممطرة ومناظر جميلة جدا ورائعة هنا كما تشاهدون. behind me beautiful view. أجواء جميلة جدا. سنة سعيدة على جميع المسلمين في المشارق الغربي ومغاربها. كنتمنى ان شاء الله هذه السنه تدخل عليكم بالصحه والسلامه باش تمنيتوا بخاطركم. والموضوع ديالنا ان شاء الله هو تنظيم كأس افريقيا بالمغرب. الحمد لله التنظيم في المستوى العالي جدا من حيث الفنادق اللي اول مره المغرب كيقدم 24 اوتيل من طراز 5 نجوم وربما أكثر 6 نجوم. فنادق عالمية، ملاعب للتدريب في المستوى الراقي، 9 ملاعب اللي كاينة للمقابلات. ورغم ذلك مطارات، الفنادق، وسائل النقل على أعلى مستوى. الحمد لله التنظيم راقي جدا رغم الأمطار الغزيرة اللي بدات قبل، تظاهرة وأمطار يوميا. والحمد لله أرضية الملاعب في المستوى عالي جدا. ما كانش مشكل في أرضية الملاعب، ما كانش مشكل من حيث المقاعد، ما كانش مشكل من حيث الإنارة. جميع المسائل كانت في المستوى الراقي جدا بشهادات الخبراء الصحفيين الدوليين، بشهادات الخبراء الرياضيين اللي كيعترفوا بأن المغرب نظم أحسن تظاهرة لحد الساعة. وهذا يزيدنا فخرا واعتزازا بوطننا وببلدنا الحبيب. ولكن عندي حد الملاحظة اللي أثارت الانتباه ديالي في هذه المناسبة، هو بعض الجماهير الجزائرية اللي استقبلوهم المغاربة الحمد لله استقبال الأبطال، واستقبلوهم في البيوت ديالهم. من يخرجوا بداو كيعايروا المغاربة، ماشي كاملين، بعض الجزائريين، بعض الصحافة اللي جو المغرب كالصحفي اللي خدام مع جريدة النهار اللي مسكين تعذب وقلب تعيا في مدار كيلقى غير الانوار، مدينه الانوار الرباط معروفه، يعني مدينه جميله جدا من حيث السياح، من حيث المناظر الطبيعيه.